الصف الأول تقريبا تونس. بس قطر لعبة بين أرضها وجماهيرها، فراح تكون ند قوي. توقعت قطر تكون رأس المجموعة. قطر بطلة لهذه المجموعة. نعم. الوصيف بين فلسطين، سوريا وتونس. فلسطين. توقع عاطفي؟ ممكن. هلا من ناحيتي أنا فلسطين هي راح تتأهل. إذا تونس وسوريا يغادران البطولة من دور المجموعات، وفلسطين تتأهل وصيفة لهذه المجموعة. حطيت ضغط على اللاعبين. الآن من بطل ووصيف المجموعة الثانية بين المغرب، الأخضر السعودي، الصومال وجزر القمر؟ صراحة بلا شك في هاي المجموعة المغرب من الفرق بجميع المستويات، المحليين، الشباب، كل الفئات عندها متطورة والنتائج يعني بتحكي، فبتوقع المغرب يكون رأس المجموعة فعلا. المغرب في الصدارة. السعودية وصيفة هذه المجموعة. الآن مصر عرب إفريقيا تواجه عرب آسيا، الأردن، الإمارات والكويت. الصراحة المنتخب المصري ما راح يشارك طبعا في الصف الأول. عنده خليط بالضبط. يعني النني قد يلعب، أفشة قد يلعب، الشناوي. لكن على العكس المنتخب الأردني ممكن يشارك بجميع اللاعبين. فأتوقع المنتخب الأردني راح يكون رأس مجموعة. إذن النشامة على رأس هذه المجموعة. مصر تلي. مصر في المركز الثاني. الآن بين حاملة اللقب العراق، البحرين والسودان. الجزائر رأس مجموعة. الجزائر حاملة اللقب في الصدارة. السودان أقصيت العراق أكثر من توج بهذه البطولة. لكن العراق بمر بمرحلة مش العراق اللي في السابق، والسودان منتخب متطور الصراحة، فبتوقع السودان. إذن العراق والبحرين يغادران المشهد من دور المجموعات، والسودان تتأهل وصيفة هذه المجموعة. قبل ما نواصل رحلة التوقعات ننتقل لفقرة الأسئلة القصيرة، الجواب بكلمة أو كلمتين. كأس آسيا أم كأس العرب؟ بالنسبة للمحفل الدولي هو نرفع اسم فلسطين فيه، فكأس آسيا. كأس آسيا. هدف في شباك تونس أم تمريرة حاسمة أمام قطر؟ هدف أمام تونس. أجمل هدف لك أمام كرغيزستان أم أمام الوداد المغربي؟ الوداد المغربي. في الاحتراف نادي أغادير المغربي أم الشمال؟ الصراحة السؤال صعب، بس يعني حسنية أغادير قعدت معهم فترة كبيرة يعني، فحسنية أغادير. أفضل لاعب عربي آسيوي، أكرم عفيف، موسى التعمري أم سالم الدوسري؟ أكرم عفيف. محمد صلاح أم رياض محرز؟ رياض محرز. أكرم عفيف أم سالم الدوسري؟ أكرم عفيف. الدوري السعودي أم الدوري المغربي؟ الدوري السعودي متطور جدا، لكن الدوري المغربي أنا لعبت فيه، يعني من ناحية عاطفة بختار الدوري المغربي، لكن الدوري السعودي متطور. نواصل التوقعات. تامر، بين قطر على أرضها وأمام جمهورها وبين السعودية. أتوقع قطر. قطر، نعم. قطر فريق متطور، بيمتلك فريق المنتخبين تأهلوا لكأس العالم. نعم، بس قطر المنتخبين يملكوا أفضل لاعبين آسيويين. بس اللي تابع المجموعة اللي كانت فيها قطر والإمارات، وهاي كانت فيها قيمة فنية أكبر من المجموعة. قطر مسؤول عن توقعك؟ إن شاء الله. جواب نهائي.
قطر إلى نصف النهائي. الآن بين الأردن ومنتخب السودان. اختار الأردن بدون تردد. بدون تردد. الأردن فنيا كعبه أعلى من منتخب السودان. الصراحة المنتخب الأردني أمام الفرق الأفريقية بحقق نتائج إيجابية دائما، وهو له شخصية يعني في الملعب، فبتوقع المنتخب الأردني يعني. إذا منتخب الأردني يتأهل إلى النصف النهائي في تكرار لسيناريو نهائي كأس آسيا الأخير. إذا أردن تواجه قطر. الآن تامر، منتخب لا يعرف المستحيل، هو منتخب فلسطين يصطدم بالمنتخب المغربي المحلي. من يواصل ومن يغادر؟ يعني الاختيار صعب الصراحة. المنتخب المغربي أنا حكيتها منتخب متطور جدا يعني في جميع الفئات حتى على المستوى المحلي. ربحان كأس أفريقيا الأخيرة والميدالية البرونزية بالألعاب الأولمبية 3 مرات ربحان، 3 مرات متتالية. منتخب فلسطين بختار. هيدا خيار القلب؟ طبعا 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 أكيد أكيد. إذا فلسطين إلى نصف نهائي كأس العرب وأسود الأطلس خارج البطولة. الآن بين حاملة اللقب الجزائر والمنتخب المصري، قمة شمال إفريقيا، قمة من العيار الثقيل. من يواصل ومن يودع؟ نفس الشيء مصر برضو عندها، أتوقع مصر يعني بهاي المباراة. جواب نهائي. جواب نهائي. إذا مصر تقصي حاملة اللقب وتتأهل إلى النصف النهائي لمواجهة الفدائي. تامر، قبل ما نواصل توقعات، فقرة لو أعطيتك بطاقة حمراء بوجه من ترفعها أو موقف؟ الاحتلال. كيان. لو أعطيتك عصا سحرية شو بتغير بالعالم؟ حرر فلسطين. لو أعطيتك قرار اختيار مدرب عربي لمنتخب فلسطين، من تختار؟ مدرب عربي؟ حسين عموتة. حسين عموتة. طيب تامر، الآن قطر تواجه الأردن. قطر سبق وتفوقت على الأردن في نهائي كأس آسيا ب3 أهداف دون مقابل، ولكن الوضع اختلف لأنه حاليا مدرب المنتخب هو إسباني لوبيتيغي، وكذلك مدرب الأردن هو المغربي جمال السلامي. يعني العقل المدبر اختلف. صحيح. والأردن استمر على نفس العقلية تقريبا، حسين عموتة نفس العقلية بتاعت جمال سلامي، لكن اللي اختلف عند قطر. بتوقع قطر. قطر. طب لو حسين عموتة كان مدرب المنتخب مين كنت تأهلت؟ حسين عموتة يعني من المدربين اللي ما بيخسر مرتين، فأتوقع يعني كان رأيي يعني يفوز على المنتخب القطري الصراحة. تعرفوا كتير منيح شكلك لكابتن حسين عموتة. إذن الأردن مع جمال السلامي تودع، وقطر بقيادة أكرم عفيف والمدرب لوبيتيغي إلى نهائي كأس العرب. الآن مصر وفلسطين. الصراحة منتخب الواحد منتخب بلاده يعني دائما ما بيكون في، لو بدي أشيل العاطفة يعني كان حطيت المغرب محل فلسطين وحطيته بالنهائي، لكن اصطدم بدري يعني. هل توقعاتك هي تحفيز للاعبين انه انتم قادرين تحققوا المستحيل وتتأهلوا، ولا بتحس حالك عم تحط ضغط على اللاعبين؟ لا بالعكس، تحفيز. والصراحة المنتخب الفلسطيني قادر
اللي وقف كوريا الجنوبية في التصفيات منتخب فلسطين وكان قادر يفوز عليها، واللي لعب مباريات كبيرة وكان قريب جدا من التأهل لملحق كأس العالم. ولو كان في بعض التركيز شوي كان ممكن كان عندنا إمكانية نتأهل دايركت لكأس العالم. هو تحفيز، ولكن بإمكاننا يعني نوصل إن شاء الله للنهاية، فبختار فلسطين. جواب نهائي. جواب نهائي. إذا فلسطين إلى نهائي كأس العرب لمواجهة قطر. الآن بين قطر وفلسطين، بين مصعب البطاط وبين القائد حسن الهيدوس. بين المدرب الأجنبي الإسباني والمدرب الوطني، لمن الكلمة؟ مباراة ما راح تكون سهلة، مباراة صعبة، واحنا لعبنا ضد قطر في كأس آسيا، كانت مباراة قوية جدا. بس مهما كانت النتيجة إنجاز كبير راح يكون للفدائي وصوله للنهائي. أكيد طبعا. بختار منتخب بلادي فلسطين. إذا فلسطين بطلة لكأس العرب 2025. فلسطين بطلة لأول مرة في تاريخها على مسؤولية نجم الكرة الفلسطينية تامر سيام. فلسطين ومنتخب فلسطين في قلب جميع العرب. وبصراحة تامر بدي أقول لك شغلة، في حال فازت فلسطين بفتكر جميع المنتخبات والشعوب العربية كأنه هي فازت بالبطولة، رح نكون يعني أسعد السعداء. صحيح جدا. تامر سيام نجم الكرة الفلسطينية، شكرا جزيلا على حضورك، وشكرا جزيلا على هذا الحوار الشيق الذي يعبر عن منتخب وعن جيل وعن بلد وعن شعب لا يعرف المستحيل. شكرا كثير، وشكرا على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله يا رب تكون فلسطين يعني حاضرة بجميع المحافل. منصورين إن شاء الله. شكرا.